مساء الخير حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعي للعرايس الجداد او عامه لاي حد ما يعرفش كده شويه تكات واسرار في المطبخ. هتستفيدوا جدا منها وهتخليكي ست بيت شطوره ومميزه جدا. اول حاجه معايا النهارده، عايزه تعملي عصير ليمون زي بتاع الكافيهات بالظبط. حطي عليه ربع كوبايه لبن، هيبقى طعمه حلو جدا، ما فيهوش اي مراره ولا فيه اي مزازه، ويبقى حلو جدا زي اللي بتشربيه بره. بس خلي بالك ان اهم حاجه تقشري الليمون كويس، لان القشر الابيض اللي بيكون تحت القشر نفسه الاخضر ده هو ده اللي بيسبب المراره. قشريه كويس جدا وشيلي منه البذر، هتشربي احلى عصير ليمون والناس كلها هتحلف بيه. حاجة تاني بقى، عايزة تعملي كفتة حلوة قوي ما تفكش منك وتبقى متماسكة كده وزي اللي بتاكليها بره. طبعا انتي بتحطي على الكفتة التفل بتاع البصل من غير المية، بتحطي كمان معاه فلفل اسمر وملح وشوية بيكنج باودر، دي الطريقة العادية. جربي بقى تحطي شوية نشا، معلقة نشا وبياض بيضة مع الحاجات دي، هتبقى الكفتة طعمها قوي جدا ومميز وعمرها ما تفك منك. بصي بقى يا عروسه يا قمرايه، لما تيجي تغسلي المواعين طبعا دي كارثه حياتنا كلنا وحاجه ما بتنتهيش كده. حطي مع الصابون السائل بتاعك شويه خل، ده هيخلي المواعين تتشطف بسرعه جدا، ما يكونش فيها صابون لازق، وطبعا ده بيؤدي لامراض وحاجات وحشه. فلازم نشطف المواعين بتاعتنا كويس جدا من الصابون السائل اللي بيكون مغسول بيها. حاجة بقى معانا مهمة جدا، لما تيجي تعملي حواوشي حطي معلقة دقيق، ده هيخلي اللحمة ما تنزلش سوائل خالص على العيش وتخلي العيش يبوش منك، هيفضل العيش متماسك واللحمة ماسكة نفسها ومش منزلة اي سوائل خالص. عايزة بقى الخضار بتاعك يبقى طعمه مميز قوي وكل الناس تسألك ايه التكة بتاعتك اللي انت بتعمليها. بعد ما تسوي البامية او البسلة، بعد ما خلاص تستوي خلاص تطفي عليها، قبل ما تطفي عليها بدقيقتين حطي معلقة توم مفروم وقلبيها فيها واطفي بقى. هيبقى طعمها تحفة وريحتها خطيرة، هيبقى اكلك بجد ليه نكهة كده مميزة حلوة قوي. بصي بقى التكه دي يا ست الكل، وانت بتعملي البانيه طبعا بتعمليه في البيض. حطي مع البيض كده 3 4 معالق لبن، ويكون لبن ساقع من التلاجة. هيعمل حاجتين، مستحيل تشمي اي ريحه للبيض خالص. تاني حاجه مش هيخلي الزيت بتاعك يتحرق وانت بتقلي فيه البانيه. لو عندك اي ريحه غير مستحبه في المطبخ، مثلا عامله سمك وجايلك ضيوف او عامله اي حاجه في المطبخ ليها ريحه نفاذه، جيبي حله كده على النار حلوه وحطي فيها قشر ليمون او قشر برتقان، وخليها تغلي بقى بالقشر دوت، واتفرجي على ريحه الشقه، هيبقى معطر كده طبيعي. وممكن كمان تحطي معاه شويه فانيليا، هيخلي الريحه تحفه جدا توصل للجيران. معظم العرايس في اول جوازها بتلاقي حاجات كتير باظت منها، ومنها كمان اكبر مشكله بقع الصدى. بتلاقي حاجات صدت كده منها فجاه. ازاي تتخلصي من اي بقعه صدى على الهدوم بتاعتك؟ جيبي كده شويه كولا، كولا بيبقى فيها صودا كده جامده، وحطيها عليها لمده 10 دقايق، وبعدين جيبي اريال باودر وادعكي البقعه دي، هتطلع بمنتهى السهوله، وبعدين اغسلي بقى هدومك عادي جدا. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه بأي حاجة. استنوني بقى في فيديوهات تانية ان شاء الله، وهجمع لكم كل اسرار وتكات المطبخ والبيت عامة. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة، وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامة حبايب قلبي، في حفظ الله.